الا طبقتي هذه الفائده هذه كيف ما قلتها لك من الاول لاخر ان شاء الله غادي تخلصي نهائيا من اي سحر عندك كيف ما بغى يكون، ولو يكون السحر الاسود البنات، سحر المقابر، سحر المدفون، عندك التكال، اي عارض عندك كتحسي به، المس العاشق، اي حاجه عندك مسكونه مضروبه محسوده، سحر تشويه الجمال، ديريها وغتردي عليا الخبار. اخطر واقوى وصفه حصريا فقط على قناتي اللي هي قناه بوتي بيوتي البنات، غتطبقوها وغاش غنقول لكم غتوليو مدمنين عليها وما غتخطاكمش نهائيا، وغادي تحسوا بواحد الفك، بواحد الارتياح، وبواحد الزياده في الرزق، البركه، كانك تبدلتي الروح النفسيه ديالك غادي تتبدل، غتكتشفي الانسان على الحقيقه ديالو، غادي تشوفي اللي ما شافوهش الناس البنات. ما تنسوش تضغطوا على زر لايك، ما تنسوش الصلاه والسلام على سيدنا محمد في التعاليق. من اخطر واقوى الوصفات الروحانيه عند اقوى الروحانيين كيستعملوها هما نفسهم، اولا كيديروها وكيهزوها معاهم، ومن بعد قليل جدا اللي كيعطي هذا السر من الاسرار الروحانيين. المهم البنات ما تنساوش تضغطوا على زر لايك، ما تنساوش الصلاه والسلام على سيدنا محمد في التعاليق. واي واحد عنده كرب ربي يفرجها عليه، اي واحد بغات شي امنيه ربي يحققها ليها، كتبوا الامنيات ديالكم في التعاليق لعلها تكون ساعه استجابه ونحن عنها غافلون، ونكتبوا امين لبعضياتنا ونشجعوا بعضياتنا وندعيو دعوه الخير لبعضياتنا ونساندوا بعضياتنا. تقدر ديك الدعوه اللي غنقولوا امين تكون فاتحه خير علينا وعليكم البنات. يلا البنات تابعوا الوصفه من الاول الى الاخر، ما تخليو حتى شي تانية تفوتكم باش تطبقوا الوصفه من الاول للاخر بالطريقه والاساسيات الصحيحه ديالها. السلام عليكم البنات، كي درتو لاباس عليكم؟ في امان الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نتمنى ان شاء الله تعالى تكونوا دائما في صحه جيده يا رب يا كريم وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. هذا الفيديو ديال اليوم باذن الله وصفه من التراث الروحاني القديم البنات، وصفه روحانيه كيديروها جل الرقاة والروحانيين، وصفه قويه جدا النادره كيستعملوها انا كما قلت لكم اكبر الرقاة والفلكيين والعلماء. هاد الوصفه هذه البنات ديال الحجر الاسود. الحجر الاسود البنات هو الفحم الاسود، هذا الفحم اللي عندي اللي الفحم معروف، الفاخر بالمغربيه حنا كنقولوا الفاخر، وهو الفحم. من الاحسن نديروا هذا الفحم هذا، ما نديروش الاخر، من الاحسن. اما الا عندك داك الفحم اللي كنديروه في المبخره حتى هو ممكن، غير هو هذا انا كان يعني الاصليه ديالو هي هذه، يعني الخشب المحروق اللي كنستعملوه للشواء هو هذا اللي كنبخروا به ونخدموا به. غادي نمشيو نشريوه عندك في الدار، غادي تاخذيه. سمعتوني الوصفه باش نكونوا واضحين على طهاره بدون نقاش، لانها وصفه ربانيه مليون بالمئه. وكذلك حتى من البنات اللي كنلقى في التعليق الوصفات اليهوديه كذلك كتكون جلب حبه قبول، كنكونوا على طهاره. نشوف الفائده، نبغي نطبقها، نسجلها عندي، ومن بعد النهار اللي غنكون جالسه غادي نطبقها ان شاء الله، وتكون بتركيز تام وتكوني مركزه عليها، يعطيك الرضا. ونقيه نقيه الهندام، يعني اللباس ديالك نقي، الحيض ما فيكش، الجنابه بالنسبه للمتزوجه. هذه الوصفه كيديروها نساء ورجال. الام كذلك ديرها لوليداتها اللي هما عندهم العين، اللي هما محسودين، اللي ما كتعرفش شنو ساكنه في عماره والناس كيديروا لبعضياتهم، تقدر تخطى بالغلط وداكشي كيشد فيها ويشد في وليداتها. الوليدات ديالها اللي ولاو ما بقاو عندهم لا تركيز لا والو، عندها المشاكل في الدار بين الصداع بين الزوج ديالها، عندك مشاكل مع الاهل ديالك مع الاخوان ديالك، كتحسي بواحد الحقره، كتحسي بواحد الظلم، الوجه ديالك ولا زرق، الخطاب ما كيجيوش، الفرحه ما كتكملكش، الرزق الفلوس كيطيروا، البركه كطير، كتحسي وليتي كتشوفي خيالات في الدار، والنعاس ما بقاش عندك نهائيا، قلت التركيز. دير هذه الفائده هذه وهذه الوصفه وترد عليا الخبر كانك تولدتي من جديد. ما كتعرفيش شنو كيديروا الناس في تصورك، صحاباتك، بنات خالاتك، العائله، ما بقات ثقه حتى شي واحد نهائيا، ما كتعرفيش شنو كيهزوا شعرك ولا التصاور ديالك ولا شويه من حوايجك، ولا حوايجك كتلقيهم ناقصين. شحال من واحد كيكون في دارو في امان الله وكثرت الدار عامره والثقه الزائده ما كيعرفش شنو تهزلو من الدار. المهم نديرها عندي ما عنديش، نديرها كاحتياط، وهذا مكان، لان ما بقات ثقه حتى شي واحد. كلشي كيخون، راه الرجليك وكيخونوك البنات باش تكونوا عارفينها، راه الركابي ديالك وكيخونوك، ما كتقدريش شي نهار توقفي عليهم. وعسى البشر ما بقات فيه ثقه. انا نقولها لك من هنا اللي اي حاجه كنديروها لله فقط، لله تعالى، ومني كترجي الله وتحطي ايمانك في الله عمر ربي ما يخيبك. ولكن نديروا الاسباب، نحوطوا راسنا ونحسنوا راسنا. التحصين راه من السنه النبويه، كنحسنوا راسنا. وصفه كما قلت لكم روحانيه فلكيه كيديروها اكبر رقات باش كيحسنوا راسهم. بالنسبه كذلك الفائده قلنا الفخر عندك في الدار، غادي تجيبيه، غادي تغسليه، غادي تشليه بالماء، غادي تغسليه بالماء
الفاخر الفحم، غتشديه غادي دوزيه بحال هكا بالماء، من بعد خليه يتسقطر حتى يتسقطر، غادي ترشيه بشويه د الملح، غترشيه بشويه د الملحه وغادي تخليه ليله كامله في الهواء الطلق في السماء، غتخليه ليله كامله في السماء، سمعتيني؟ غتخليه ليله كامله في السماء، يعني غتحطيه في الشباك ديالك، النافذه ديالك ولا البالكون ولا في السطح. الغد ليه الصباح انت هادشي نقيه، انت درتي هاد الوصفه عاديه، غادي تنوضي مثلا شفتي الفائده غتنوضي، غادي نقيه، غادي تنوضي، يعني تقول اي ضروري نقولوا بسم الله، ما فيها باس الا توضينا وصلينا 2 ركعات اللي الفائده باش فيها زياده التسخير، هذا مكان. المهم غادي تاخدي الفخر غتغسليه، غتخليه يتصفى في اي يوم، هاد الوصفه هادي ولا هاد الفائده في اي يوم، في اي يوم غير هي ما يشوفك حتى شي واحد، كتنوضي وتحطيه، غترشي عليه شويه د الملح وتخليه بيت ليله كامله على النجوم. الغد ليه الصباح يعني ليله كامله من تفيقي الصباح غادي تدخليه وغادي تحطيه، وحطي الهاتف ديالك الا كنتي، انا كنقول لك من الاحسن الا قريتي عليه انت بالصوت جهرا سوره ياسين تبارك الرحمن، الا قريتي عليه سوره ياسين تبارك الرحمن، الا قريتيها انتيا ما قريتيهاش حطي الهاتف ديالك حطيها ورشي عليه من الماء الزهر. قلنا اولا سمعوني مزيان، اول حاجه غنغسلو الفحم، غادي تغسل يعني غادي تغسليه واخا عندك في الدار او شريه، غسليه صفيه يتصفى مباشره، رشي عليه الملح ويبات ليله كامله، يعني هتجي بالليل غادي تجيبي بحال هكا غترشي عليه مليحه وغادي تحطيه في النجوم. الغد ليه الصباح غادي تفيقي غادي تحطيه امامك وتقراي وترشي عليه ماء الزهر او ماء الورد. ماء الزهر 2 معالق او 3 المعالقات ديال الماء الزهر، 2 معالق ولا 3 ديال الماء الزهر او ماء ورد. اللي عندك ماء زمزم ديريه، ما عندكش ماء زمزم انا كندير الماء الزهر، هو اللي كنخدم به في جميع الوصفات. ماء الزهر كنقدر نخلطو مع شويه ديال ماء زمزم. المهم ماء الزهر او ماء الورد او ماء زمزم، ولا عندك ماء المطر كنديروه حتى هو كنفسخو به الماء المطر. ما انا كنقول لك يا الماء الزهر الماء عادي، لا ما عندكش ماء زمزم انا كنقول لك ماء المطر، ما عندكش ماء زمزم كنديروا ماء ديال الزهر او ماء ورد، غادي ترشيه من بعد غادي تقراي عليه سوره ياسين كامله، سوره ياسين كامله. يعني هذا الفحم هذا ماشي كله، راه الا هزينا غير جويجات كافيين، الا هزينا غير 2 حبات كافيين، ماشي الكميه هذه، الا هزينا غير 2 بحال هكذا راهما كافيين. ترشي عليهم الملح وتبيتيهم في النجوم في الشرجم في النافذه ولا في البالكون ولا في السطح، وترشيهم بالملح وتخليهم حتى الصباح. تفيقي الصباح تحطيهم بحال هكا في اناء، تحطيهم وترشي عليهم 2 معالق ديال الماء زهر او 2 معالق الماء ورد. انا كنعد وصفه باش تطبقوها بالتدقيق وتصدق معكم من الضربه الاولى، سمعتوني البنات. ومن بعد تحطي الهاتف ديالك او تلقي الشاشه على اليوتيوب على سوره ياسين، او قرايها من الاحسن يكون قدامك وانتي، انا كنفضل انك تقرايها انتي سوره ياسين، سوره ياسين سمعوني، سورة ياسين مرة واحدة فقط. من بعد ملي غادي تكملي سورة ياسين غادي تاخدي هاد 2 غتحيديهم، وداك الماء غتمسحي به يديك، غتمسحي به وجهك، غتمسحي به هاد المرافق هادو اللي عندنا هنايا، غتمسحي به الكوعين ديال رجليك، يعني كل مفصل لهاد العظام هادو غتهزي داك الماء غتبداي ديري بحال هكا في هاد العظومه اللي عندنا هنا، هاد المفصل اللي عندنا هنا اي مكان عندك، ومسحي وجهك. وهادو غادي تحطي وحده غديريها في ورق ابيض ولا ورق الومنيوم، وحده حطيها وسط الملابس ديالك، وحده دائما هزها في الحقيبه ديالك، في حقيبه فيما غادي تخرجي غادي تهزيها معك. صدقيني يا بنتي اش غادي نقول لك، غادي تقضي على اي حاجه اللي عندك، اي حاجه عندك غادي تنحى باذن الله. وفي ديك الليله وانتي هازه معك هادي ولا في دوك الحوايج ديالك ولا خارجه في ديك الليله بعدا غادي تشوفي رؤيه، صدقيني غتشوفيها وكتبوها لي في التعاليق، غادي تشوفوا واحد الرؤيه من كان سبب في الايذاء ديالكم، من كان سبب في الايذاء ديالكم. سوره ياسين كتكشف وكتروي هادشي، ولا طبقتيها بالطريقه الصحيحه ديالها. وجهك مسحيه الا عندك بنتي تشويه الجمال، نور على نور، ربي غادي يرزقك نور من سوره ياسين بكل حرف من احرف ديالها باذن الله. توكلوا على الله وصلوا على النبي وانتم كديروا هذه الفائده وانتم كتوجدوا وانت كتصلي على النبي. وديك الليله اللي غادي تبيتي هذا الفخر هذا وانت بالليل كتقولي يا ربي فكر بي، يا ربي سهل امري، يا ربي بين الحقيقه، يا ربي بين البرهان، يا ربي غلبني ونصرني على من عداني، يا ربي بين لي وكشف لي شكون سبب في الايذاء ديالي. اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله 3 مرات انك ربي غادي الا درتي هاد الشيء هذا على هاد النيه هذه ربي غيكشف لك البرهان وغادي يبين لك ولو اشاره او اسم من الاسماء في المنام ديال هاد الشخص هذا اللي اداك، اللي ظلمك، اللي سحر لك، اللي نوي لك المكائد.
سمعتيني؟ طبقوها وردوا عليا الخبر. ما تنسوش تضغط على زر لايك. بغيتوا هاد الوصفات كنقول لكم حصريه، كتبوها لي في التعاليق اي وصفه بغيتوها ننزلها لكم على الراس والعين. ما تنسوش الصلاه والسلام على سيدنا محمد باش ربي في كل حرف ينزل عليكم عليها حسنه، وكلها بامثالها في العشره البنات. يلا البنات الى فيديو اخر، بسلام عليكم.